عمرك سمعت عن مكان اللي يدخله مفقود واللي يخرج منه ما بيخرجش أصلاً؟ قرية الغاف مش مجرد مكان مهجور، دي مصيادة أرواح. والنهاردة هحكي لكم حكاية يوسف اللي فتح باب ما كانش المفروض يقرب منه. بس قبل ما نبدأ حكايتنا بالصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد، عايزكم تعملوا سبسكرايب للقناة علشان عيلتنا بتكبر كل يوم بيكم، واعمل لايك لأن اللايك ده بيساعدنا نوصل لناس تانية بتحب النوع ده من القصص، وتسيب رأيك في التعليقات بعد ما تسمع الحكاية الخطيرة بتاعت النهاردة دي. أهم حاجة لو بتسمع القصة دي وانت لوحدك، حاول تمسك أعصابك وما تفكرش في الهمسات اللي هتسمعها طول القصة، وما تقلقش منها. خلونا نبدأ الحكاية بقى. حكايتنا بتبدأ يوسف، صحفي شاطر قلبه ميت، لف نص الدنيا يدور على المشاكل، بس المرة دي المشاكل هي اللي كانت بتدور عليه. يوسف زهق من روتين الشغل والتحقيقات العادية، وقرر يروح مكان سمع عنه أساطير، قرية الغاف. مكان في قلب الصحراء، الناس بتقول إنه مهجور من سنين بعد كارثة محدش يعرف سببها. يوسف ساق عربيته ساعات طويلة في طريق مقطوع، وهو ماشي في قلب الصحراء شاف عواصف من الرمل حواليه واللي كانت بتحاول تبلعه، بس هو كان قلبه ميت وكمل طريقه لحد ما وصل لمدخل القرية. قرية مفيش حتى صوت دبانة، بس ده فعلا كان سكوت مرعب مش طبيعي. البيوت كانت من طين وحجر، بيبانها مخلعة كأن حصلت فيها خناقة أو معركة كبيرة، بس مش معركة بني آدمين، دي كانت خناقة بين جن وعفاريت. نزل يوسف يتمشى قلبه مقبوض، بس الفضول هو اللي كان سايقه. لقي في وشه جامع قديم، وده المبنى الوحيد اللي لسه واقف على حيله في القرية دي. دخل لقى مصحف مفتوح على الأرض كأن حد كان بيقرأ فيه، وقام فجأة ميل عشان يشوف الصفحة، وفجأة سمع صوت زي فحيح التعبان جنب ودنه. يوسف اتنطر من مكانه وبص حواليه، مفيش صريخ ابن يومين. قال لنفسه أكيد بيتهيألي من التعب. خرج بسرعة من الجامع، عينه وقعت على مقابر ورا المبنى. شواهد القبور متآكلة إلا واحد بس كان لسه جديد، لانج. قرب وقرا الاسم، سارة، توفيت يوم السبت 7 ديسمبر 2024 الموافق 6 جمادي الآخر عام 1446 هجريا، يعني من سنة تقريبا. وعربيته حاول يدورها علشان يمشي من القرية دي، ولكن موتور العربية كان متعطل ومرضيش يدور خالص. اضطر يبات في خيمته جنب المسجد. طول الليل سامع رجلين بتمشي حوالين الخيمة، خربشة على القماش ونفس سخن قريب منه. على الفجر كده صحي على صوت عياط طفلة يقطع القلب. مشي ورا الصوت لحد بيت مهدود. دخل لقى أوضة فيها سرير قديم وعليه بنت صغيرة بفستان أبيض مدياه ظهرها وبتترعش من العياط.
يوسف بلع ريقه وسأل: يا بنتي، انت مين؟ وبتعملي ايه هنا لوحدك؟ البنت لفت وشها، ملامحها بريئة بس عينيها حزينة قوي. أنا سارة، سابوني هنا ومشيوا. يوسف اتسمر مكانه. سارة؟ بس أنا شفت قبر باسم سارة بره، ماتت من سنة. البنت ضحكت. ضحكة خلت دم يوسف يتجمد في عروقه، ووشها بدأ يتغير ويعجز بسرعة مرعبة. أنا ما متش، هم حبسوني هنا، ودلوقتي انت كمان هنا، ومحدش بيخرج من الغاف. الباب اترزع وراه، والحيطان بدأت تضيق وهمسات ملت المكان. حذرناه، الغاف للأموات وبس. تاني يوم لقيوا عربية يوسف، بس يوسف فص ملح وداب. مرت سنة وجه خالد صاحب يوسف يدور عليه. نفس السيناريو بيتعاد بالكربون. دخل القرية، لقى المصحف ولقى قبر جديد مكتوب عليه: يوسف توفي منذ عام. وبرضه طلع له شبح سارة، ولما حاول يهرب اختفى هو كمان. بس الحكاية ما خلصتش هنا. فاطمة مرات يوسف ما كانش ست عادية، دي ست ب100 راجل. قلبها دلاه إن جوزها لسه فيه الروح. جمعت فريق وبحثت وعرفت إن السر في القرية. الغاف راحت هناك ومعاها ناس، بس أول ما دخلوا القرية كشرت عن أنيابها. بيبان بتترزع، خيالات بتجري، وفجأة ظهرت سارة ومعاها أشباح كتير. يوسف وخالد كانوا وسطهم، وشوشهم شحبة وعيونهم ميتة. سارة صرخت بصوت شيطاني: محدش هيمشي، أرواح جديدة بتطول عمرنا. فاطمة كانت مرعوبة، بس لمحت جوزها بيشاور لها بعينه على المسجد، على المصحف المفتوح. فاطمة جريت زي المجنونة، فتحت المصحف وقرت بصوت عالي. صوت هز أركان القرية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. مع كل حرف الأشباح كانت بتصرخ وتتحرق كأن النار مسكت فيهم. القرية بدأت تتهز وتقع طوبة طوبة. سارة صرخت: لأ، هتندمي. فاطمة غمضت عينيها وكملت قراية لحد ما حست بهدوء تام. فتحت عينيها، لقيت نفسها في الصحراء. القرية اختفت، مفيش غير الرمل. رجعت فاطمة المدينة، ألفت كتاب عن اللي حصل، والناس انقسمت قسمين. شوية منهم صدقت وإغلبهم ما صدقتش. بس النهاية ما كانتش سعيدة زي ما انتوا فاكرين. في ليلة وهي نايمة في سريرها في القاهرة، سمعت همسة جنب ودنها خلت قلبها يقف. فاطمة، أنا رجعت. فتحت عينيها، لقت سارة واقفة عند طرف السرير بابتسامتها المرعبة. الغاف مش مكان، الغاف لعنة، واللعنة بتمشي ورا صاحبها. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تقول لنا رأيك في القصة دي، وقول لنا لو عايزين حكايات تانية مرعبة ولا نكمل في قصص الجرايم بس. ونهاية الكلام: سلام.